بعد الياس بنستقبل على المسرح محمود ناجي، لكن بعد ما نسمع اعترافاته للزميلة نهاد يلي رح ترصد مشاعر وأحاسيس المشتركين قبل ما نشوفهم على المسرح وتكون رفقتنا كل المشوار. جدو. أيوة. انت جدو بجد. ايوه انت اللي حضرت للكاركتر ده وانت اللي فكرت فيه. انا اللي حضرت للكاركتر ده وانا اللي اخترت له لبسه. قدمت رقصه المره اللي فاتت مع كارلا كانت حديث السوشيال ميديا، المره دي محضر لنا رقصه جديده ولا ايه؟ انا بقى محضر رقصه المره دي بس مفاجاه، مش هقول لكم مع مين. مستعد؟ ربنا يستر ان شاء الله. يلا جود لاك. جود لك. سلام عليكم. جدو المسرح من هنا، اتفضل. يا قلبي استغفر الله العظيم يا رب. متى الدبت عليكم، متى الدبت على ذات الرياكشنات الواحده. انا جاي اقول لكم على قرار من النهارده، مفيش واحده فيكم هتتكلم، انا بس اللي هتكلم. انا جبت لكم الرابعه ومش عاوز حد يناقشني، فاهمين؟ ايه اتلميت عليها منين؟ مش هقول لك. فاكره انا اتلميت عليك منين؟ لما فتحت عليك البروفه بالغلط وانت بتغيري، وقال ايه اتفاجئتي وانت كان نفسك يحصل كده من زمان. ولا انت فاكره عمر افندي؟ عمر افندي لما لقيتك واقفه عريانه والشباب عمالين يصوروا معاكي سيلفي وانت مبسوطه، خدتك وكسيتك وجبت لك فستان قطع معايا 70 جنيه. وانت لما هي مين دي؟ مين دي جابها هنا؟ بس انا خدت القرار ومش راجع فيه تاني، فاهمين ولا مش فاهمين؟ ايه؟ مقصرين معايا في ايه؟ انت بالذات ما تتكلميش. فاكره لما قلت لي انا ما تشربش سجاير هنا واطلع اشربها بره عشان رئتك ايه يا ام رئه؟ انت بلاستيك. وانت كمان شغاله ايه؟ هوفر ما شاء الله. عايزه فستان في عيد جوازك، عايزه ذهب في عيد ميلادك، انت عاوزه طلقه في راس جنابك. لا وانت بقى فاكره لما هي مين دي اللي جالها هنا؟ انا هجيبها دلوقتي تتعرف عليكم، ومش عاوز واحده فيكم تتكلم ولا تتناقش معاها. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يا بيبي يا بيبي تعالي يا قلبي. بلهوي على الجمال. شايفين عامله ازاي؟ خليكي هنا. اعرفك عليهم. اللي وراكي دي ننا، دي تتا. اعرفكم بصاحبتكم الجديده كارلا من لبنان. ايه؟ من الاشرفيه تقريبا، مش فاهمينها لحد دلوقتي. هتعمل لي ايه؟ هقول لك يا اختي هتعمل لي ايه؟ هتظبطني وتظبط العظمتين اللي عندي. كارلا ليتس دانس. ايه ده يخف عليك وعليك؟ ايه ده؟ ايه ده يا ست الكل ده؟ ايه القرف ده؟ بقول لكم ايه؟ هنا ورايح، تعالي من هنا ورايح. كارلا هتعيش معاكم تحت سقف واحد، ومش عاوز حد يتكلم ولا يجيب بس، والا اقسم بالله هغير المحل واقلبه رجالي والبسكم كلكم بوكسرات. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ كارلا ليتس جو. محمود ناجي، اهلا وسهلا فيك للمره الثانيه على مسرح ذا كوميدي، وان شاء الله يكون في مره ثالثه ورابعه. يا نادي بشرفك، مين احلى انا او المانكان؟ لا مش محتاجه. بسم الله ما شاء الله عليكم انتوا الاثنين زي القمر. شكرا حبيبتي. شكرا لك يا نادي.
سيرين رح بلش معك، بدي اسمع رأيك أكيد باللي شفتيه. محمود أنا بدي هنيك، الفكرة كتير حلوة. أنا في كم شغلة بالسيناريو زعجتني، مثل طلقة بالراس فكنت بفضل إنه كم جملة قلتها بالسيناريو تبعك إنك لا تاني مرة بحال بقيت معنا إنه تاخد بعين الاعتبار إنه في كتير ستات تعنفوا وانضربوا وانقتلوا، وهذا الشيء منه كوميديا أبدا. شو الوجه اللي بتعطيه لجدو؟ سسبنس، ومنشوف أول وجه مبتسم من سيرين. شكرا سيرين. وعدني. وعدك طبعا. بروميس. طبعا. بليز ثانك يو. هنيدي، نعم. شو رأيك بمحمود؟ محمود جميل وشاب مجتهد وبيحب الموضوع للأمانة يعني، بس أنا ما شفتش حصل ضحك في الصالة والجمهور، لأن المشهد ما فيهوش ضحك بصراحة. فأنا لو اديت لمحمود ياسر المرة دي هبقى بضره بقى يعني، عارفة؟ فأنا هدي على حدود يعني، بعيدا عن محمود. أكيد محمود ممكن يبقى شاطر وأشطر من أي حد، بس اللي أنا شفته النهاردة، المشهد النهاردة هي بصراحة يعني. فالوجه اللي بتعطيه لمحمود بيكون هو ده وجه حزين. تنشوف استاذ حسن اذا رح يوضع محمود بدائره الخطر او رح يختصر المشوار. محمود هو زي ما قال لك هنيدي، انا ما ضحكتش يعني، انت اجتهدت فعلا وعملت حكايه كده ظريفه وعذبتنا انت والمانيكانات اللي انت جايبهم دول، انما في الاخر ما ضحكناش. معلش يا محمود انا اسف. تو ساد فيسز محمود بيعنوا انه رح نضطر نودعك، بس اكيد تشرفنا بمعرفتك وبتمنى لك كل التوفيق باي مجال بتختاره بهالحياه. شكرا لك. بريك اول ومنتابع البرايم الثالث من ذا كوميدي نجم الكوميديا.